مساء الرعب والخوف، ويا أهلا بكم في حلقة جديدة من همسات الظلام. لو قلبك جامد وبتحب الحاجات اللي بتهز الكيان يبقى ركز معايا، لأن ايه اللي هنحكيه النهاردة مش قصة خيال، ديت حكاية ناس عاشت الرعب العذاب لحظة. والقصة دي جت لي من واحد اسمه ياسين، طالب في كلية الهندسة من المنصورة، واللي شوفه بيت جده القديم عمره ما هينساه. قال: أنا كنت فاكر إني رايح أقعد كام يوم راحة، لكن اللي شفته جوه البيت حولني لإنسان تاني. القصة تبدأ من هنا. بعد وفاة جدي ماما اقترحت إني أسافر المنصورة، أقعد في البيت العيلة القديم كام يوم، أرتب حاجات وأشوف إذا كانوا بيعوا ولا لأ. والبيت كان على أطراف المنصورة في منطقة اسمها حي البحر الجديد. بيت قديم دورين بس كان باين عليه العزلة، مفيش حواليه غير كام بيت وشجرة كتير مغطي السور العالي بتاعه. أول ما وصلت الباب الكبير الحديدي كان بيصر كل ما بيتحرك، وصوت الزنزانة دي فضلت ترن في وداني. لحد دلوقتي دخلت لقيت ريحة رطوبة مليان المكان، بس في حاجات كانت غريبة. كنت حاسس إني مش لوحدي. الأرض فاضية بس في طرق طويلة، في آخرها باب مقفول. لما سألت أمي عليه قبل ما أجي قالت لي سيبه مقفول يا سيد، دي أوضة العدة بتاع جد، مفيهاش حاجة مهمة. بس طول ما أنا ماشي في البيت كنت حاسس إن الباب ده بيبصلي. حسيت إنه بيتنفس. قضيت أول ليلة بهدوء نسبيا، غير صوت خطوات خفيفة فوق دماغي. على الرغم إني كنت لوحدي، تاني يوم وأنا بنضف في أوضة جدي لقيت كراسة قديمة مدفونة تحت المكتبة. كراسة متهالكة، لونها أصفر ومليانة تراب. فتحتها ولقيت اللي خلاني أقعد مكاني إن الخضة كانت يوميات جدي، بس فيها كلام غريب. كنت اللي بيجي بعد نص الليل مش مننا. أنا قفلت الباب الحديدي بس هو دخل بيضحك، وصوته زي نقر فشل. معرفتش انام بقالي 3 ليالي. والأوضة السفلية بتتحرك لوحدها، والصفحة اللي بعدها مرسوم فيها رسم طفل صغير بس عينه سودا خالص، وتحتها مكتوب: ابن التراب رجع. قال لي مش هتخلص من لعنتي. انا سبت الكراسة وقررت اروح اوضة جدي. فتحت الباب من بعد ما كسرته بشوية مجهود، والريحة اللي طلعت من جوه كانت زي ريحة حاجة ميتة من سنين. جوه الأوضة كانت في مرآة مكسورة، وعلى الحيطة محفور كلمات بالسكين: دمنا في البيت لا تطردونا. من الليل ده بدأ كل شيء يتغير. الصبح كنت بلاقي الحنفية مفتوحة والحاجات متكسرة، وساعات أسمع صوت طفل صغير بيعيط جوه الحيطان. لكن أكتر حاجة رعبتني كانت لما صحيت الساعة 3:30 الفجر، لقيت باب أوضتي مفتوح، وفي آخر الطرقة طفل واقف ظهره ليا ساكت. قمت بالعافية ومشيت ناحيته وأنا قلبي بيخبط في صدري. ولما قربت منه لف وشه، كان من غير ملامح. وشه أملس مفهوش عيون ولا بقع ولا مناخير، بس كنت سامع صوته بيضحك جوه دماغي. جريت وقفلت على نفسي وقعدت لحد الفجر ماسك المصحف وبقرأ. قررت أمشي تاني يوم. قبل ما أخرج خدت الكراسة ورحت للشيخ عرفة، راجل كبير معروف في المنطقة إنه بيفهم في الأمور دي. أول ما شوف الكراسة وشه اتبدل وقال لي: أنت دخلت بيت العيلة عليه لعنة من 80 سنة، في جريمة حصلت في أيام الإنجليز، طفل صغير اتقتل وظلم، والدم اتحبس في جدران البيت، والطفل ده ملقاش حقه وروحه مرتاحتش، واللي بيقعد في البيت بيعيش نفس الرعب لحد ما يمشي أو ينضم ليه. سألته: طب نعمل ايه؟ رد وقال: اهرب من البيت، مش ليك هو ومش لأي بني آدم. وفعلا سيبت كل حاجة وجريت. ومن ساعتها وأنا كل ما أقفل عيني بشوف الطفل واقف في آخر الطرق. ودي كانت جزء بسيط من الرعب اللي حصل جوه البيت المسكون في المنصورة. لو لسه حاسس إنك قلبك جامد، حابب أقولك إنك مش كل باب مقفول لازم تفتحه، ومش كل بيت مهجور لازم يتعمر، لأن في أماكن مصممة إنها تفضل مهجورة. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في حلقة جديدة من همسات الظلال. لحد ما نتقابل تاني اوعى تبص وراك وانت لوحدك، لأن في حاجات بتستناك في الضلمة. والسلام، واشوفك بالكابوس الجاي.